عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نونو الصباحي. النهاردة بقى هعمل لكم قمر الدين طبيعي بالمشمش والجزر وعصير البرتقال. هتقولوا ده كله، بس قمر الدين بقى اللي هو ايه، الحقاني اللي احنا بنشتريه، بس ده على الطبيعة مش مصنع. مشمش اهو كنت مفرزاه وقلت اطلع كيس، الكيس ده نص كيلو، قلت اعمله مع كوباية عصير برتقال وثلاث معالق سكر وجزرايه يا دوبك مقطعاها كده، ما رضيتش اسلقها، اعمل كله كده على البارد، وثلاث معالق من 3 ل 4 نشا. هنحط في الخلاط كوبايه الميه كده او نص كوبايه الميه، ونحط نص المشمش كده، نضربه في الخلاط. طريقه سهله وجميله، وان شاء الله كده تحفظيها عندك ان شاء الله لرمضان. كده نحط نصه كده، نكمل بكوبايه الميه، نحط السكر، هنحط كله على بعضه، وبعد كده نحطه في الحله اللي ايه هنسوي فيها. هنحط الجزر نصه برضو، هي جزرايه حلوه كده مدملكه كبيره، بس هنضربه بقى في الخلاط. هنشيل البرتقال كده ونجيب الخلاط كده ونضربهم مع بعض. حطينا نص المشمش ونص الجزرايه والسكر ونشغل كده. ضربنا نص الكميه اللي احنا قلنا عليها، نحطها بقى في الحله كده. بسم الله ما شاء الله، بصوا عامل ازاي، بصوا القمر الدين الجزر مع المشمش، بسم الله ما شاء الله، احلى شويه قمر الدين تعملوهم ان شاء الله ويعجبوكم. هنحط بقيه الكميه، كوبايه عصير البرتقال كده، بقيه المشمش. طبعا كلنا مفرزين المشمش، هو الايام كده فبنجيبه ونفرزه ونشيله. نحط بقيه الجزرايه كده، نحط 3 معالق نشا، كله مع بعضه في الخلاط كده عشان الطريقه تبقى سهله. وكوبايه ميه تاني، احنا حطينا كوبايه، هنحط كوبايه ميه تاني. لو لقيناه تقيل قوي ان شاء الله كده هنزود ميه. نضرب بقى دلوقتي. ضربنا نص الكميه التاني، حطينا عليه كوبايه البرتقال وكوبايه ميه تاني كده، حاطينه على النار. دلوقتي حطينا الكميه كلها على بعضها بالنشا بالسكر بالمشمش بالجزر بعصير البرتقال. هي كوبايه عصير برتقال وكوبايتين من كوبايتين ل3 ميه على كميه المشمش دي. وطبعا المشمش نص كيلو مشمش، انا مفرزاه وحاطه في كل كيس نص كيلو. بسم الله ما شاء الله. هنقعد بقى نقلب كده كده. انا حطيت كل المقادير على بعضها، ما رضيتش اسلق الجزر بقى والشغلانه دي ولا حتى صفيت، بس بسم الله ما شاء الله. بصوا مش محتاج تصفيه، بصوا مش محتاج تصفيه خالص، ما فيهوش اي كلاكيع ولا اي حاجه، ولا بقى حته جزرايه ولا حاجه ولا حته مشمشايه. بصوا بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. بصوا يقعد بقى كده لحد ما ايه، ما يغلي. ودلوقتي بعد ما غلي واستوى كده وتقل، بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا القمر الدين عامل ازاي. ده بقى القمر الدين اللي على اصوله، ولا برتقان ولا جزر، احنا حاطين المشمش اللي هو اساسه الايه، القمر الدين اللي هو اساس القمر الدين المشمش. بصوا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى احنا كده، هو كده تمام وخلاص وهنخلص. هنحط بقى مكعب زبده كده او معلقه سمنه بلدي كده. خلاص ممكن تستغني عن قالب الزبده،
عايزه تحطي معلقه سمنه بلدي حطي معلقه سمنه بلدي، يا دوبك تسيح. وراح حاطين ايه بقى؟ رشه فانيليا كده. طبعا كده احنا بقى ايه نقفل، ما دام حطينا الفانيليا نقفل خلاص. السمنه تسيح ونروح بقى ايه نغرفه في البولات. دلوقتي بعد ما نزلناه من على البوتاجاز، بصوا بصوا السمك بتاعه عامل ازاي. احنا عايزين التقل ده من 3 ل4 نشا، بسم الله ما شاء الله، مع نص كيلو المشمش، مع كوبايه عصير البرتقال. عايزه تستغنى عن عصير البرتقال، المشمش كفيل انه يطلع طعم القمر الدين بالظبط. بسم الله ما شاء الله، بصوا عامل ازاي. بصوا احنا عايزين السمك ده والكثافه دي يبقى بالتقل ده. بسم الله ما شاء الله. نغرف بقى في البولات، نغرف بقى عشان ما نطولش على حبايبنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. طبعا قمر الدين ده بقى قمر الدين يعني رمضان الشهر الكريم. أعداء الله علينا وعليكم وعلى أمة محمد بالخير يا رب. نغرف كده. عايزة تحطي في علب من اللي هي بتتباع جاهزة كده وليها غطا، اللي هي البلاستيك دي، هاتي وحطي وغطيها وتبرد وتحطيها في التلاجة على الرف كده. بعدين نبقى نساوي كده وننضف كده. نغرف بقى بقية الكمية. دلوقتي بعد ما غرفناه كده في البولات، بسم الله ما شاء الله، بصوا بصوا القمر الدين يعني لسه غارفينه. بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا لسه كل ما يبرد كل ما يمسك شويه. نص كيلو المشمش مع المقادير اللي احنا قلنا عليها عملوا لنا الكميه دي. وعملت كام علبه بسم الله ما شاء الله. بصوا عملت كام علبه. دي العلب بقى اللي ايه اللي ممكن نعمل ونروح ايه قافلينها كده وحاطينها على الرف في الثلاجه، وقت ما ناكلها ان شاء ربنا. احفظيها في الطريقه واعمليها ان شاء ربنا في رمضان ان شاء الله. خلاص عرفنا المقادير. المشمش اللي احنا مفرزينه مع كوبايه العصير البرتقال والجزرايه. عايز تعملي جزرتين مفيش مانع، انت بقى في ايديكي. احنا مجرد فكره وعاملينها وانت ايه تنفذيها. ممكن نحط بقى، عايزه تحطي زبيب حطي، عايزه تحطي زبادي حطي، عايزه تحطي جوز الهند زي ما احنا هنحط كده شويه كده كده. في ما بيحبوش جوز الهند وفي ايه ما بيحبوش الزبيب، اللي عندك حطيه. وفي بياكلوه من غير حاجه خالص. خلاص كده. ايه رايكم نخلي بقى ده ما فيهوش جوز الهند، في ما بيحبوش جوز الهند مش هنحط جوز الهند. وان شاء الله كده. عايزه تحطي زبيب تحطي زبادي حطي. ايه رايكم نجربها ان شاء الله. وبالهنا والشفا. كانت معاكم منى الصباح.